هنكمل كلامنا. اتفضلي. برحب بالكاتبة وروائية منى حسين، أهلا بيكي معانا. اهلا بيكي يا حبيبتي، وكل سنه وانتم طيبين، والعالم الاسلامي كله بخير، ويا رب الايام المفترجه دي يكون خير على بلادنا جميعا. وطبعا الف مبروك، بدايه جديده لعام جديد بعد عيد الامنيين في برنامج جديد. الله يبارك في حضرتك. صح يعني، فده مهم جدا يعني. الله يبارك في حضرتك. الكاتبه والروائيه الكبيره منى حسين، كل سنه وحضرتك طيبه وايام جميله كلها واحداث يعني بنسعد بها كاعلاميين وبنسعد بها كمصريين يعني. الحمد لله، يا رب دايما العائلات في بلدنا نفرح بيها، وكل المثل العربيه تسعد معنا. يمكن من البرامج الاساسيه في قناتنا اللايف هو برنامج ادم وحواء، وطبعا العلاقه ما بين ادم وحواء هي علاقه ممتده منذ بدء التاريخ يعني، او منذ بدء البشريه، فيها تجاذبات وفيها حكايات. عايزه تاخد شويه مع يعني على هذه التجاذبات مع حضرتك، وبعد كده انا اكمل معاك، لان الموضوع طبعا موضوع كبير، والعلاقه علاقه مهمه جدا انها تبقى في حاله سويه كما يقال يعني. دكتور منى حسين، احنا دايما بنبحث عن التوازن والوسطية في كل شيء، حتى في العلاقة ما بين آدم وحواء، وتهيألي هو ده اللي محتاجينه في حياتنا في الوقت الحالي، انه يبقى ترند ان آدم وحواء ما ينفعش حد فيهم يعلى عن التاني. رأي حضرتك؟ لا، هو ما فيش حد بيعلى على، هو العملية بيكون في نوع من التفاهمات. بالظبط. في تكامل، ان كل واحد ليه دور، لان احنا بنتقاسم الحياة كشركاء حياة. فلازم كل واحد يكون ليه دور يرضى بيه، وكل اسره ليها نظامها الداخلي اللي بناء عليه بتتقسم الادوار. وده مش حاجه تاثر على حد، ولكن كل اسره بيجيلها ظروف، فممكن حد واحد يقوم بكل الادوار من هذين الشريكين زي ما بيقولوا، وبالتالي احنا بنتعاون مع بعض، احنا في مركب واحده. كل ما احنا بنتجه في اتجاه واحد وبنجدد في اتجاه واحد، فاحنا بننجح وسفينتنا بتوصل لهدفها ولصف النجاح. هي دي الاثكس اللي احنا عايزين ناكد عليها في مجتمعنا في الوقت الحالي. خليني يعني استاذه منى اتكلم هنا على الروايه ودورها في يعني تاكيد على ثوابت مهمه داخل الاسره المصريه. نحن نفتقد الآن إلى الأعمال الدرامية اللي تؤكد على أهمية العلاقة ما بين الأب والأم، ما بين الأم وأولادها، ما بين الأب وأولاده، ما بين الأسرة ومحيطها كمان يعني، لأن طبعا الدراما بتبقى رسالتها رسالة أقوى لكل أسرة يعني. معاك، بس احنا عايزين ننتقي بقى الأسر اللي تمثل الشعب المصري، المجتمع المصري بالتأكيد، لكن ونرتقي بالذوق العام. ما يبقاش انا اوريدي في كل بلد وكل مكان فيه طبقات متوسطه وفي طبقات شعبيه كتير وفي ده. انا عايزه اقدم الرساله بتاعتي لكل الاسر باسلوب يرتضيه الاخرون او الاخرين. هنا عايزين ناس ترتضي بيه، ونبتدي نقدم حاجه مفيده الكل يستفيد بيها. اما ان انا ادخل في قاع المجتمع واقول ده اوريدي موجود، موجود، بس مش كل المجتمع بالتاكيد، ده يعني موجود في كل مكان بالتأكيد. لكن انا عايزه ارتقي بيه، وده دور مهم للاعلام وللدراما، وروايه كانت او عمل درامي. الكاتبه والروائيه منى حسين، ده اللي بنامله من برنامجنا ادم وحواء خلال الفتره القادمه ان شاء الله، وننتظر يعني متابعه دائمه من حضرتك. بنشكرك على هذه المداخله الجميله. شكرا الكاتبه والروائيه منى حسين، كنت معانا في هذه المداخله، بشكرك شكرا جزيلا. عايزه خلينا اقول ان العلاقه ما بين ادم وحواء يعني في الفتره الاخيره ما عادتش العلاقه اللي يعني بابا وماما مثلا، او باباكي ووالدتك. في تطورات حصلت في العلاقه ما في الاسره نفسها. في تطورات ايجابيه وفي تطورات سلبيه، والحقيقه خلينا نقول ان اللي بيدفع للتطورات السلبيه اعداء مصر، اللي مش عايزين الأسرة المصرية تفضل بكينونتها وقوتها وسيطرتها في تربية أبنائها التربية الصحيحة الإيجابية. ممكن ناس تختلف